القشرة في الشعر دي يمكن في الشتاء تبان أكتر، لكن تخصيص أو تشخيص نوع القشرة يمكن زي ما بقول دايما أهم حاجة. مش كل قشرة هي دي اللي بنسميها سكيل سكال، أو اللي هي الدندرف، أو اللي هي قشرة الشعر. لا، اللي هي الإعلانات دلوقتي في التلفزيون كتير. لا لا لا، لو هي بتلمع اويلي يبقى دي على طول دندرف، يبقى دي بشرة دهنية. ده اللي هنمشي معاها كده. موجودة في السوق الكيلوال شامبو ما شاء الله يضيعها على طول. ساعات بتبقى زيادة قوي، ساعات بتنزل تاني في الوش هنا وعلى الجناب، ودي ساعتها ضروري ناخد اقراص لو مسموح بيها ايزوتريتينوين واحده بس. واحده، شايفين انا بقول ايه؟ واحده بس بعد الاكل هتلاقيها فادت قوي. في نوع قشره تاني، في نوع قشره تاني، قشره دراي خالص، اللي هي القشره الجافه، بس دي السميكه، وديت لا اما في الاكزيما التأتبيه او في الصدفيه. في الصدفيه حاسبوا بقى، دي بتوقع الشعر. صحيح كنا بنقول مقولة ما بتوقعش، انما دي بتوقع الشعر، بتوقعه. فديت نعمل ايه؟ هنعمل في كيرتيول. الكيرتيول ما شاء الله عليه هتلاقوا الصراحة كويس قوي. ايه كمان هنا عشان ما ننساش؟ في نوع قشرة تاني اللي هو بتاع الاتوبيك ديرماتايتس او الاكزيما التأتبية. بنوصفه بايه؟ بران لايك سكيلز، اللي هي زي القشره بتاعت العيش الرده ديت برضو هنبتدي نديها. انا شوف رغم كده اديله انافيز. ليه؟ لانه مش محتاج حاجه توقعه جامد، وديت بتتحسن قوي. خدوا بالكم سكيل سكال او القشره في فروه الراس ضروري نبص بدقه، نشوف بدقه. ناقصه كلمه مهمه قوي: امتى ينتهي العلاج؟ العلاج مدى الحياه.